السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جديد، والفيديو بتاعنا النهارده عن تغيير الحمام بتاع شقة الاسكان الاجتماعي. احنا بص الحمام ده هننسفه، هنكسره وهنعمله من اول وجديد. عايزه بس اقول لكم ان قبل بس ما ابدا الفيديو، مبسوطه جدا من تفاعلكم معايا على فيديو تركيب الحديد، وكل الناس اللي كانت بتسالني في الفيديو الاسعار وكده. انا بقول لكم يا جماعه ان والدي هو اللي عامل الحديد، هو اللي عامله لي. تمام. الحديد ده كلفني كام؟ انا كنت جايبه الحديد دوت ب15,000 جنيه خامات فقط، يعني حديد فقط. اللي صنعه كان والدي. تمام. كان بقى حق تصنيعه دوت لو انت هتعمله مع اي حد تاني بره، انا ما اعرفش بصراحه يعني اسعار او معلومات عشان اقدر افيدكم بيها. طب بالنسبه للناس اللي كانت بتقول لي احنا عايزين رقم والدك، انا والدي مش شغال حداد. يعني انا والدي كان عامله لي كده يعني محبه عشان انا بس بنته، انما هو مش بيشتغل الشغلانه دي. تمام. فانا والله لو هو كان شغال وبيصنع وبيبيع وكده كنت اكيد هقول لكم الرقم، لو طالما الشغل عجبكم الشغل بتاعه عجبكم. بس هو والله يعني هو بيشتغل حاجات بسيطه، ويعني هو جاوي الحوار ده، فهو عمله لي بس ايه محبه. انما هو كعمر يعني هو كبير في السن، فهو ما يقدرش ان هو يشتغل ويودي لحد، ويبقى يعني ايه الشغل يعني دايم. تمام. فقبل ما نبدا بقى الفيديو ان شاء الله، حطوا معايا لايك واشتراك، ويلا بينا نبدا بقى الفيديو النهارده بتاع الحمام ده. هقول لكم فيه كل التفاصيل بالتكاليف بكل حاجه، فربنا يسهل الامور ان شاء الله. بص، اول حاجه انا لما جيت استلم الشقه الحمام دوت كان تشوفيه من بره تقولي حلو وكده ما فيش اي حاجه. بس لما جيت استلمت فعلا اتضح لي ان في كذا بلاطه عندي فاضيه من وراها يعني مطبله. تمام. وفي سيراميك في الارض مخروم يعني مكسر. فالمهندس اللي كان بيسلمني الشقه قال لي مفيش مشكله، انا هديكي بلاط مكانه يعني سيراميك، وانت يعني غيري، حد يجي يغيره لك، ايه انت اللي تتصرفي في الحوار ده. فانا لما خدت قلت خلاص تمام مفيش مشكله. فلما جيت قعدت اتضح لي ان في تسريب عندي بان من على الواجهه بره، ان في زي ميه بملح كده ظاهره. فساعتها جوزي قال لي لا، احنا لازم نفور الحمام كله، اللي هو مهما هنعمل او هيبقى مسكنات او كده، يعني اللي هو مش امان ان الواحد يقعد على شغله. تمام. فانا كسرت الحمام كله. الحمام اتكسر بقى بكام؟ احنا جبنا واحد ب1500 كسر الحمام كله ونزله بالهيلتي وعباه في شويله. تمام. وجبنا حد تاني نزل الراتش دوت ب500 جنيه. تمام كده. طيب انا عشان اعمل السباكه دي كلفتني كام؟ انا جبت خامات ب9000 جنيه، واللي جه عمل تأسيس الشقه عمله ب4000 جنيه. تمام. طيب السيراميك دوت كلفني كام؟ السيراميك بتاع الحمام كلفت 8000 جنيه. تمام. واللي جه ركبهولي اعتقد ان هو كان مركب لي المتر ب50 جنيه. تمام كده. طيب انا كده قلت لكم كل الاسعار اللي انا يعني استخدمتها. طب بالنسبه للحمام انا هنا عملت عزل ليه، وعملت قلت هعمل بانيو، يعني انا شلت البانيو القدم لان هو ده اللي كان فيه التسريب. انا عايزه اقول لكم احنا لما شلنا السيراميك وكسرنا لقينا الارض غرقانه ميه، يعني الرمله اللي تحت السيراميك كانت مبلوله ميه وغرقانه الدنيا ميه. فكان عندي مشكله في الصرف بتاع اللي هو البانيو القدم. تمام كده. لما جيت بقى انا قلت لازم اعمل عزل عشان ما اضايقش الجار اللي تحتي، لو في المستقبل لا قدر الله حصل اي حاجه ابقى ايه الدنيا بامان بالنسبه لي. طيب انا هنا في البلكونه قلت للسباك ان انا عايزه اعمل السخان والغساله احطهم في البلكونه عشان اوفر مكان، يعني للغساله بدل ما احطها في المطبخ احطها في البلكونه، وبدل ما احط السخان في الحمام ويبقى خاطر كغاز وكده، فقلت يبقى في البلكونه امن عشان يبقى اللي بياخد دش يبقى في امان، يعني مفيش تسريبات مفيش اي حاجه، ميبقاش واحد مخنوق في الحمام دخان يشم غاز او يحصل اي حاجه، فللامان برضو. طيب هو هنا عمل لي يعني السباك اللي جه عمل المصنعيه بتاعه السباكه كلها خد مني 4000 جنيه في الشقه كلها. طب لو انت هتعملي بس حوار البلكونه دوت بيتعمل بكام؟ بيتعمل ب700 جنيه. تمام. لو هتعملي بس حاجه واحده. هنا بصوا بعد ما خلص هو عمل السباكه بتاعه الغساله والسخان، بصراحه كان شغله كويس جدا وقفل لي عليه. يعني قفله لي تقفيله كويسه ما يبانش اصلا ان هو معمول فيه حاجه. تمام. في البلكونه حتى بعد ما ينشف مش هتلاحظي ان التكسير ده باين قوي. تمام. هنا بقى انا في الحمام معلش انا بعتذر. في الحمام هنا انا عملت السباكه، عملت شطافه سخن وبارد جانبيه على جنب، وعملت الحوض في جنب البانيو على طول، وعملت سخان احتياطي طالع من فوق الحوض. ده انا قلت احتياطي يعني في اي وقت في اي ظرف يبقى انا عندي احتياطي، مع ان ده هيتقفل عليه بالسيراميك مش هيبقى باين اصلا. تمام. وعملت بانيو، قلت البانيو ده هينفعني غسيل بطاطين سجاد اي حاجه، يعني بصراحه انا بحب يكون في بانيو اللي هو
في استخدام هيساعدني اكتر. لو انتوا ما بتغسلوش البطاطين او اي حاجه عندكم ما بتغسلوهاش في البيت، فممكن تستغنوا عنه وتعملوا مثلا كابينه شاور، كابينه شاور. بس على كل واحد على حسب هو محتاج. انا كنت محتاجه اكتر بانيو فحبيت اعمل بانيو. طيب بصوا بقى، انا عندي هنا دلوقتي البانيو دوت في جنبه عمود، فانا حبيت استغل العمود ده بشكل ديكوري ويبقى شكله حلو يعني. تمام. ففكرت ان انا اعمل حاجه اسمها تجويف في الحيطه كده، بيتعمل فيه ارفف بنور هادي، بيتحط فيه ديكور، بيتحط فيه شامبوهات، يعني بيبقى شكله حلو. انا مش عارفه اسمها ايه عندكم، بس في ناس بتقول عليها خوارنقات، وفي ناس بتقول عليها يعني ارفف للشاور، وفي ناس بتقول ان هو بيبقى زي مربعات مجوفه في الحيطه كده. انا مش عارفه انتوا هتبقوا فاهميني ولا لا. تمام. بس هو السباك لما جه عمل لي السباكه والبانيو وبس على كده. فانا لما جيت اعمل الحوار الارفف دوت، بصراحه ربنا يكرم والدي، هو اللي قال لي تمام ماشي هعمله لك اللي انت عايزاه، هو فاهم انا قصدي ايه. وكنت فعلا ساعتها نفذه لي، وعايزه اقول لكم ان هو طلع حلو جدا. تمام. احنا جبنا طوب وهو بدأ يبنهولي، بس عشان يبنيه لازم في حاجه اسمها سيخ يعني حديد مسلح. الحديد المسلح ده اللي هو هيشيل الطوب، عشان الارفف دي بتبقى تقول على الحمام، فما تترصش كده وخلاص، ما تتبنيش يعني وخلاص. لازم بيتحط فيها ايه بيتحط يعني اسمه ده، بيتحط فيها سيخ حديد عشان تشيل، تبقى محمله عليها وبتشيلها. تمام. هي انا بنيت ساعتها، انا قلت انا مش عايزه يعني وحدات مربعات كتير في الحيطه عشان ما يبقاش زحمه. انا قلت لا كفايه هما هعمل بس 2 ويدوا بس شكل بسيط كده بقى ايه في الحمام. تمام. انا اسمه دوت الحمام ده البانيو دوت مقاسه 150 سنتي. تمام. شايفين الحته اللي بقولك عليها اللي هي جوه ديت مطرح الثلاث طوبات دولت، هي دي اللي انا هعمل فيها حوار اللي هي الارفف الشاور، او اللي هي الخوارنقات، او اللي هي الارفف الغطسه اللي جوه ديت. تمام. بصوا دلوقتي هتشوفوها وهي يعني هي مبنيه على كتف واحد، يعني مبنيه كتف واحد بسيط كده اسمها ايه، بالطوب. يعني انا بنيت مثلا من تحت مثلا 40 سنتي، وبعد كده عملنا اهي بصوا بالمنظر ده 40 سنتي كده، اللي هي الطوب الاحمر ده بكام الطوب الاحمر. وبعد كده بنينا طوبه واحده لحد فوق كده شويه، وبعد كده بقى هنكملها لحد فوق. هناخد بقى مقاس المربعتين. طبعا انا هنا الكهرباء غيرتها من مكانها، لان ده كانت الكهرباء القديمه، فانا كنت عايزه اعمل كهرباء للمربعين الجداد اللي انا هعملهم، وكهرباء للمرايه اللي هتحط فوق الحوض، علشان ابقى اقدر افتح نور يعني ورا المرايه، ونور للمربعين اللي هم بتوع الشاور. تمام. بصوا كده يعني انا ايه، انا يعني بقى يا رب تكون بس وجهة نظري واضحه لكم، والصور مفهماكم انا قصدي ايه. تمام. لان بصراحه الحوار ده كان شاغلني جدا، وكان نفسي اعمله، وفرحت بصراحه ان هو يعني الحمد لله طلع زي ما انا كنت متخيلاه. وبتاع السيراميك بصراحه قفل عليه كويس جدا، فالموضوع بالنسبه لي كان حلو جدا. تمام. بصوا انا كده بقى لما كملت الفيديو، بصوا هو كده اتبنى خلاص كله. بصوا الحتة اللي في النص ديت محطوط فيها سياخ حديد واسم دوت، ومحطوط فيها بتاع مدورة كده، دي مكان السبوت اللي هيركب فيها، ومدينا الكهرباء جواها بالخراطيم بكل حاجة. بصوا بالنسبة للبانيو، انا نسيت اقول لكم حاجة. انا البانيو عملت الخلاط بتاعه، وبدل ما اعمل مسطرة خارجية عملت حاجة يعني ماسورة جوه الحيطة تطلع الدش من فوق. يعني انت لما تكونوا واقفين في الحمام مش هتشوفوا فيه مواسير او اي حاجه. شايفين حته القلب دي اللي بقول لكم فيه السياخ جوه اللي هي شايله الطوب نفسه. تمام. بالنسبه بقى الدش يعني عملت زي ماسوره مخفيه جواه بتطلع لك الميه منه لحد الدش فوق. لو انت مش هتعمليها هتركبي مثلا اللي هو دش وحده شاور، هتركبي اسمه دوت اسمها ايه اللي هي مسطره. تمام. بصوا بقى بعد ما الحمام اتعمل وبقى حلو، عايزه اقول لكم انا اخترت لون يكون هادي جدا وفي ترخيمه بسيطه جدا، وعايزه اقول لكم شكله طالع خطير خطير خطير. بصراحه انا فرحت بيه جدا. يعني بصوا كمان هنا انا عملت البلاعه او البيبه، عباره عن بيبه اسمها بيبه غطسه كده، بتبقى من نفس اسمها بيبه سمارت. بيبقى الغطا بتاعها محطوط فيه نفس نوع السيراميك بتاعها، انتوا بتشوفوها من بعيد كده بس هي مربعه، بس في فاصل بينزل الميه. تمام. هو الغطا البلاعه بنفس السيراميك. بصوا بقى السيراميك لما اتعمل، انا ده الشباك ده انا ما غيرتوش، الشباك ده بتاع الشركه اللي هم استلموني بيها الشقه. تمام. بصراحه حلو وكان متين، فما غيرتوش. بصوا بقى الجمال والروعه. بصوا بقى اللي لسه بقول لكم عليها، اللي هي
الارفف اللي هي بتاعت الشاور ديت لما اتقفل عليها بالسيراميك واتظبطت، بصراحه عايزه اقول لكم منظرها جميل جدا، ويعني ماشيه مع الحمام ومديه الشياكه كده. فلسه بقى متخيله المنظر بقى ان شاء الله لما احط بقى فيها ديكورات، احط فيها مثلا شامبو وشاور وكده، ونفس ازايز يعني شكلها ديكوريه شيك، اركب فيها السبوتات. ولسه كمان برضو المرايه ان شاء الله ناوي اعمل لها زي ليد كده من ورا، فحاسه ان الحمام ده هيتنقل في حته تانية خالص. فانتوا برضو قولوا لي في الفيديو ايه رايكم في اختيار السيراميك، وايه رايكم ان انا مختاره السيراميك ساده، لان كان كل اللي حواليا مخوفين يقول لي هيبقى ساده قوي ومش هيبقى حلو. فانا بصراحه حبيت ان انا بحب الحاجات الهاديه، فحبيت ان انا اعمله ساده، وان هو يبقى فيه ترخيمه بسيطه كده. فبصراحه انا يعني انا عن نفسي كذوق عجبني جدا جدا فوق ما تتخيلوا كمان. فيا رب يكون عجبكم النوع يعني اختيار السيراميك، ويكون السيراميك شكله حلو بالنسبه لكم، والحمام نفسه الفكره اللي هي بتاعت الواحد اللي هي الغرفه في الشاور ديت تكون عجبتكم، وتكونوا فهمتوا اتعملت ازاي. لان لو حد بيحاول يعملها او بيفكر يعملها فهي طريقتها سهله، هي بس عايزه بنه. انا بصراحه ما جبتش بنه، هو انا بصراحه بابايا الله ربنا يبارك له يعني، إيه هو بصراحه اي حاجه كنت بفكر فيها عايزه اعملها هو بصراحه يعني ايه بيحب الحاجات دي، وبيحب يجرب كل حاجه، وبيحب يعمل كل حاجه بايده. هو مش يعني هو مش شغلته بنا بس هو يعني بيعرف يستخدم الطوب والاسمنت ان هو يبني حاجه. فهو بصراحه عملها لي، وفي الحمد لله طلعت كويسه جدا. ولو في اي مشكله في الميل في الحاجات دي كلها، بتاع السيراميك بيبقى جاي بيظبط السيراميك ليه يعني ليه ميزان معين وكل حاجه. فاللي هو ايه الرك برضو على بتاع السيراميك هو اللي بيقفلك برضو الحاجه بالظبط يعني. تمام. فقولوا لي رايكم ايه في السيراميك، انا مستنيه يعني الكومنتات بتاعتكم، وعايزه تشجعوني جدا يعني ان انا ان شاء الله اخلص على خير، واركب له بقى الاضاءه بتاعته، واركب له احط له بقى الوحدة الحمام والمرايه، ويعني نظبطه كده مع بعضنا. وان شاء الله بقى النهارده هعمل لكم فيديو تاني وانا بصوره بقى ايه في جوله كده في يعني بعد الفرش خالص. تمام. انا طبعا فوق احنا شلنا الكورنيشه واحنا بنكسر الحمام، فلسه هركب كورنيشه فيوتك. استنى بقى رايكم في الكومنتات، تقولوا اللي عجبكم ولا ما عجبكوش. وما تنسوش بقى يلا بقى من الاشتراك واللايك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.